بيان ميرسي. غادي نمشيو دابا للفقره ديال مشاهير معك ليلى الشواي. ما عرفتش شكون الفنان اللي غادي تعرفينا به اليوم غادي نعرفكم على توفيق البوشيتي ومعروف وكنهنئوا على الاغنيه الحسانيه اللي عمل مؤخرا، اغنيه بايقاع خليجي، بنيني بنيه، اغنيه جميله انا سمعتها عجبتني بزاف، فكنهنئوا على هذه الاغنيه هذه. هو من الفنانين اللي تعرفنا عليهم من خلال مسابقه ستوديو دوزام. توفيق من مدينه قلميم، الفرحه والتفاؤل والابتسامه ما كتفارقش الوجه ديالو دائما. بعد ما حصل على البكالوريا التحق بجامعه محمد الخامس بالرباط وحصل على الاجازه في الادب العربي، والتحق من بعد بمركز التاهيل لفاقدي البصر بتماره باش يتلقى التكوين في الصحافه. بالنسبه للموسيقى عند توفيق البوشيدي، فكل من سمع او لا تعرف على صوته وجلس حدا يعني كيبان يعني بان صوته جميل ومتميز، وحتى انه واخا ما التحقش بشي معهد ديال الموسيقى فكان يعني مبدع في الالات الموسيقيه مثل الناي، البيانو، وكيف ما قلت واخا عمره ما التحق بشي معهد موسيقي. التحق براسو التحق بمسابقه ستوديو دوزام في 2006 وكان من المتبارين واللي ساندهم الجمهور المغربي بكثره، وفاز وسجل اغنيه وسجل كذلك فيديو كليب بعنوان رحله حب. نخليكم مع توفيق البوشيتي في هذا الروبورتاج ونرجع لكم اليوم هذه المعلومات. صباح الخير مشاهدي الكرام، معكم توفيق البوشيتي. كنحييكم كلكم داخل وخارج ارض الوطن، وشكرا على الضيافه صباحيه دوزام. نصبر لكن جمهور طيب يعني هو اللي وصلني لهذه المرتبه، اكيد هو اللي وصلني لهذه النتيجه. كنلقاه في كل مكان كيرحب بيا بطريقته الخاصه. وعلاش نسيتينا بعد العشرة والعين، وقتاش تشوفك عينينا ما منك زوج انت واحد، وعدي والزمان الثاني، وعدي والزمن الثاني، والزمن الثاني، والزمن الثاني، ما انساني وما انساك وعادي. كنتمنى صراحه من اعماق قلبي انه كل شيء يكون راضي عليا، نحب كل شيء كيف ما كنحب كل شيء يحبني الجميع، وكنتمنى نوصل رايه المغرب ان شاء الله. اللقطه اللي كنتمناها انني نتشهر عالميا ونجي لاول مره نكون خرجت مثلا ونجي ونلقى احبائي في المطار كيستقبلوني وانا راسي مرفوع. هذه هي امنيتي. وعدي والزمان الثاني، وعدي والزمن الثاني. شكرا على الضيافه، وكنتمنى لكل جمهوري الحبيب انه يتبع اخباري وجديدي، وكنتمنى لكم صباح مبروك وصباح سعيد لكل مواطني هذه البلاد العزيزه علينا والغاليه. وبالختام كنهديكم مقطع حساني بعنوان اغنيه ليلى ويلا لها. وليلى يلا لها، وليلى يلا لي، ماني ساميها ولا تسموهاني، وليلى يلا لها، ليلى يلا لي، وليلى يلا لها، ليلى يلا لي، ماني ساميها ولا تسموهاني، ماني ساميها ولا تسموهاني. حاكمها ابوها، حارسها اخوها، حاكمها ابوها، حارسها اخوها، عني حكموها وانا ذا حالي،
عني حكموها وانا ذا حالي ماني سامية ولا تسموها لي وليلى يلا لها ليلى يلا لي وليلى يلا لها ليلى يلا لي ماني سامية ولا تسموها لي ماني سامية ولا تسموها لي. كانت اول اغنيه ديالو مع دوزام، نعم. القناه الثانيه دوزام اللي نتجتها لي من بعد استوديو دوزام. اذا غير واحد المساله ان العديد من الشباب كيناديوه بالحنجره الذهبيه، يعني وراه الصوت حنجرة ديالو ذهبية. تبارك الله عليه. اذا مؤخرا تالق الفنان توفيق البوشيتي بالاضافه الى مجموعه من المطربين الشباب المغاربه كحاتم عمر، سعد المجرد، مريم بلمير، الياس طه، واحد الامسيه فنيه الثالثه من ليالي مهرجان اوتار الربيع الحوز الثقافي اللي تنظم في مدينه بن قريب، وكان تجاوب واقبال كبير ديال الجمهور المغربي هناك في هذه الامسيه هذه الفنيه. فكنتمنى ان يعني يحضر معنا في شي صبيحه من صباحيات دوزام باش نزيدوا نتقربوا نتعرفوا عليه اكثر من توفيق البوشيتي، نسمع هذا الكلام كله من عنده ياك ان شاء الله. شكرا لك ليلى على هذه الفقره الجميله اللي كتقدمي لنا هكذا كل نهار وكنختموا بها البرنامج، ودائما تنتظروا معك الجديد ونتعرفوا على فنانين المغاربه. تنشكر كذلك كل الناس اللي حضروا معنا اليوم، حتى انت صفاء معنا في حلقه اليوم. بالنسبه لكل المشاهدين اللي ما تمكنوش من يعني متابعه هذه الحلقه فممكن تعودوا تتابعوها على موقع دوزام.ema. كذلك يمكن لكم تصلوا بنا لطرح اسئله للمختصين ديالنا. رقمنا الهاتفي هو 05 22 66 73 77. غدا ان شاء الله غادي نتلاقاو في حلقه اخرى مع فقره التغذيه، فقره بيني وبينك وفقرات اخرى. الى اللقاء.